في مسلسل لعبة نيوتن قدم تامر محسن أفكار فريدريك نيتشه اللي مثلها سيد رجب في العالم بتاعها اللي بناه عمر الفاروق تلميذ حسن فتحي في 23 سنة. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخة في الكلام. شخصية سيد رجب في مسلسل لعبة نيوتن مستوحاة من أفكار فريدريك نيتشه اللي كانت موجودة في كتابه يا سلام هذا هو الإنسان، واللي تم على أساسها اختيار بيت الفاروق اللي موجود في قرية تونس في الفيوم علشان تكون عامل مساعد قوي لأداء الشخصية دي. أول أفكار نيتشه في كتابه هو إنه لا يميل إلى التعصب. هتلاقي إن تم استخدام الألوان الهادية والساحات الواسعة واستخدام عنصر المياه في الدرقاع. الدرقاعة دي بتبقى يعني في 4 مجالس وهي في النص اللي بيسموها فسقية حاليا موجودة في بيت السحيمي لو حد، وبتكون الدرقاعة دي هي الساحة الرئيسية في المنزل. وكمان استخدام المساحات الواسعة والأسقف العالية اللي بالطبع بتأثر نفسيا على سلوك المستخدم. من ضمن افكار نيتشه هو الميل الى الطبيعه، الميل الى الشيء الاورجانيك في الاكل في الشرب في كل شيء. حتى انه تم تنفيذ ده في المسلسل، انه كانوا عايزين بنت يدوها دواء مسكن، فسيد رجب قال لا ناخد الدواء من عسل نحل معمول من الافيون. لا حول ولا قوه الا بالله. وده مطبق عندنا في بيت الفاروق، زي استخدام حجر الهارون اللي هو من افضل الاحجار وامتنها، واستخدام الخشب في الابواب والشبابيك، واستخدام الجلود كمان، واللي كلها مواد طبيعيه. حتى لما جم يشربوا قهوه قال لك القهوه دي بتيجي من اللي عند الخيول حتت كده في الخيول لا حول ولا قوه الا بالله. حالة الطقس والمناخ من ضمن أفكار فريدريك نيتشه إنه لازم يهتم بحالة الطقس والمناخ، وده بيعبر عنه هنا في بيت الفاروق في استخدام صحن المنزل واستخدام ملائف الهواء واستخدام القباب اللي بتقدر تنزل من درجات الحرارة إلى 5 أو 6 درجات مئوية. وطبعا استخدام الإضاءة الطبيعية اللي كانت موجودة حتى في مشاهد المسلسل واللي كانت ما بتمثلش أي عائق على التصوير. ونرجع تاني لأحد أفكار نيتشه في كتابه، إنه بيشوف نفسه إن هو الخلاص للبشرية، وإن هو دايما هدفه مساعدة البشرية، وإن البشرية من غيره بتفقد جزء مهم جدا في المساعدة. وده طبعا بيوضح في شخصية سيد رجب إنه بيعمل حاجات. لكن لو رحنا لبيت الفاروق هنلاقي ان ده ظاهر شويه في شخصيه البيت، لان المهندس المعماري عمر الفاروق هو احد تلاميذ شيخ المعماريين حسن فتحي، واللي كان من احد مبادئه هو خفض درجه حراره البيوت اكتر من 5 أو 6 درجات مئويه باستخدام القباب. وشاف ان ربنا سبحانه وتعالى هيساله اذا ما استخدمش ده وهو عنده الاداه دي. ده غير المقوله الشهيره لشيخ المعماريين حسن فتحي اللي قال فيها ان في 800 مليون فقير حول العالم مهددين بالموت بسبب سوء المسكن، وهم دول زبايني في المقام الاول. شخصيه عظيمه جدا شخصيه حسن فتحي، كان دايما شايف ان هو كمهندس معماري هو الخلاص للفقراء، وافنى حياته في اتجاه هذا الهدف النبيل. المهندس عمر الفاروق لما جه يبني البيت ده بناه في 23 سنة، بناه من أنقاض المساجد القديمة اللي كانت موجودة في مصر القديمة. استخدم بعض الأبواب لدرجة استخدام باب البيت الرئيسي هو باب مسجد فاطمة الزهراء، وبعض الأنتجات اللي اشتراها فيما بعد برضه من أنقاض المساجد القديمة. مهندس عمر الفاروق هنا ما كانش بيبني بيت، ما كانش بيبني مسكن، 23 سنة بيبني فكرة فلسفية ضخمة، وهي تأثير العمارة في حياة الناس، وإن قد إيه العمارة الإسلامية هي العمارة المناسبة لجو مصر، وقد ايه جماليات وفنون العمارة الإسلامية احنا لازم نستخدمها النهاردة. واخر نقطة عندي هي المخرج والمؤلف تامر محسن، ازاي قدر يستخدم العمارة كأداة يقدر يعبر بيها عن شخصيته وافكاره اللي عايز يقولها في المسلسل. في كل حلقات البرنامج اللي انا بعملها وكل الافكار اللي بناقشها هي تأثير العمارة دايما على افكارك وسلوكك، فبالتالي العمارة هي جزء مهم جدا للتعبير عن افكارك. كان معاكم المهندس المعماري محمد فريد، كنت معاكم في معماريين.